من كام يوم شفنا كلنا فيديو لسائح روسي اتعرض فيه لهجمة مميتة من قرش على سواحل الغردقة في مصر، وتحديدا الحادثة دي كانت يوم الخميس 8 يونيو 2023، وانتشر الفيديو زي النار في الهشيم لسمكة القرش وهي تقريبا بتلتهم السائح. بعدها مباشرة وفي نفس اليوم تم اصطياد السمكة من قبل الصيادين اللي موجودين هناك، وتم قتلها في مشهد غريب جدا. يمكن كان اغربه الشخص اللي كان بيقول اضرب ده اكل الزبون. حادثة قرش الغردقة مش الاولى في العالم، دي الحادثة رقم 34 من سمك القرش على البشر في سنة 2023 ولحد دلوقتي. والنهارده هنتكلم عن سمكة القرش اللي تعتبر من اشرس الكائنات الموجودة في البحر. ولكن قبل ما نبدأ انزل اشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد، ودعمنا باعجاب على الفيديو، ويلا بينا نبدأ حلقة. الحقيقة ان حظ السائح الروسي كان سيء جدا، لان 90% من هجمات القرش على البشر ما بتكونش هجمات قاتلة، وكمان بتبقى نادرة جدا خصوصا في البحر الاحمر. لكن الراجل الروسي ده كان حظه اسود، وطلع له القرش وهجم عليه وللاسف قتل. في المتوسط بيتم تسجيل حوالي 100 حالة لهجوم القرش على البشر في السنة، ومن ال 100 حالة دول بيموت اقل من 10 حالات، يعني تقريبا 10% ويمكن اقل. معظم حالات هجوم القرش بتكون على الساحل الغربي للولايات المتحدة والسواحل الاسترالية، واكتر من 90% من حالات هجوم القرش على الانسان ما بتكونش مميتة زي ما قلنا، وغالبا مش بتتم غير نتيجة عوامل معينة او عوامل محددة اللي هنشرحها دلوقتي. الحقيقة ان اخبار حوادث هجوم القرش على البشر ما بتخلصش، من اشهرها اللي حصل في صيف سنة 1916 واللي حصلت في مدينة نيوجيرسي الامريكية، وده لما شاب امريكي اسمه تشارلز كان بيتمشى على الشط مع الكلب بتاعه، وقرر تشارلز انه ينزل يبلبط شويه في الميه، وفعلا نزل تشارلز للميه، وبعد مده قصيره فضل تشارلز يصرخ وهو في فزع شديد ويطلب المساعده من الناس الموجودين على الشط. بسرعه نزل حراس الانقاذ ينقذوه ويسحبوه على الشاطئ، لكن كان فات الاوان. تشارلز اتعرض لهجوم من احد اسماك القرش الابيض اللي تسبب ليه في نزيف لحد الموت. بعدها وبخمس ايام بيتكرر هجوم سمكه القرش على قبطان سويسري قريب من نفس الشاطئ بتاع الحادثه الاولى، وده كان وسط صريخ وفزع الناس. طيب هل الحادثتين دول اللي خلوا دي من اشهر القصص لهجوم القرش على البشر؟ طبعا لا، لان بعدها بكام يوم وبعد الحادثتين دول يحصل هجوم على ولد صغير كان بيبلبط في الميه من قبل سمكه قرش، فيشوفوا رجل انقاذ من اللي موجودين على الشاطئ ويحاول ينقذه، لكنه بيموت هو كمان بنفس سمكه القرش اللي موتت الولد، علشان يبقوا 4 قتلى في نفس الشاطئ في 12 يوم بس. وده اللي خلى الحادثه دي من اشهر حوادث هجوم القرش على البشر. مش بس كده، دي اتسجلت كاول هجوم قاتل من اسماك القرش على البشر في الولايات المتحده الامريكيه، وما اقصدش اول هجوم، اقصد اول هجوم من القرش ادى لموت بشر، وده لان هجوم الاسماك اللي حصل على البشر قبل كده ما كانش هجوم قاتل. علشان كده دي كانت حادثه فريده من نوعها، واتسجلت زي ما قلنا كاول هجوم قاتل لاسماك القرش للبشر. الحادثه دي وقتها عملت رعب كبير عند الناس وفي العالم كله، لدرجه ان ما عادش حد بينزل الميه، وتم اغلاق الشواطئ وقتها. يخرب بيتك يا قرش، عامل قلبان في كل العالم. الحقيقه ان في انواع كتير من سمك القرش، منها انواع خطيره ومنها انواع اقل خطوره ومنها انواع ما تعتبرش خطيره. سمكه القرش اللي هجمت على السائح في الغردقه اسمها قرش النمر، وده نوع واحد من 400 نوع قرش حوالين العالم، واللي اختارهم القرش الابيض وقرش المطرقه والقرش الازرق، ويجي بعديهم قرش النمر اللي هاجم السائح في الغردقه، واللي كان طول القرش تقريبا حوالي 5 متر، وده اكبر بكتير من متوسط طول قرش النمر، لان معظمهم لا يتجاوز طولهم 3.5 متر، يعني تعتبر حاله نادره جدا. طبعا القرش الابيض اخطر بكتير وهجماته اكتر بكتير، لكن قرش النمر له عاده كريهه وهي السباحه قريب من الشاطئ والجزر، فهي اللي غالبا بتهاجم الغواصين، وكمان حساسه جدا من الادرينالين لحظه الخوف. الحقيقه ان سمك القرش مش بيهاجم البشر لمجرد ان عايز يهاجمهم او ياكلهم، غالبا بيكون هجوم القرش عن طريق الخطر، يعني ممكن يهاجم وهو مش فاهم مين قدامه، وبعد ما بيدرك ان هي فريسه غير تقليديه بينسحب فورا وبيفقد اهتمامه، وده سلوك فطري في معظم اسماك القرش، لانهم بيخافوا على اسنانهم من فريسه غير معروفه. السبب الثاني انهم ممكن يكونوا بيهاجموا بسبب الفضول، ساعتها بيتعمد القرش اصابه الفريسه اصابه خفيفه علشان يستكشف، وبعدها بيسبح لبعيد، وللاسف هو ده قرش النمر، واللي غالبا بيكتشف انها فريسه غير صالحه للاكل وعلى الفور بيقوم بالانسحاب. الحقيقه ان احيانا ممكن تكون هجمات القرش على البشر بسبب سلوك استفزازي، زي مثلا مضايقه القرش او محاوله لمسه، واحيانا بتكون الهجمات غير مبرره وغير معروف سببها، خصوصا ان النظام الغذائي للقرش ما بيعتمدش على لحم البشر نهائي،
طيب هل في حل اننا نمنع هجمات القرش على البشر؟ الحقيقه ولا انك ما تنزلش تعوم في مكان فيه اسماك قرش، ويستحسن ما تنزلش البحر اصلا، ولا انك مش هتعرف ان المكان اللي انت نازل تعوم فيه ده فيه اسماك قرش او لا. طيب ممكن نموت اسماك القرش دي عن طريق اصطيادها مثلا، وهيحصل ايه يعني لو عشنا من غير اسماك قرش؟ الحقيقه ان في السلسله الغذائيه اسماك القرش بتتغذى على الاسماك الاصغر منها شويه زي سمك التونه مثلا، وسمكه التونه نفسها بتتغذى على اسماك اصغر منها، والاسماك الاصغر دي بتتغذى على الطحال، ودي السلسله الغذائيه اللي ماشيه من ملايين السنين. طيب لو القروش اختفت او انقرضت على سبيل المثال، ايه اللي ممكن يحصل؟ الاسماك اللي بيتغذى عليها القرش زي سمك التونه عددها هيزيد بشكل كبير جدا، لان ما عادش فيه مفترس ياكلها اللي هي سمكه القرش، فسمكه التونه هتاكل الاسماك الاصغر اللي هي بتاكل الطحال، فبالتالي سمك التونه هيكتر جدا، وبالتالي هتقضي على كل الاسماك اللي بتاكل الطحال، فبالتالي الطحالب مش هتلاقي الاسماك اللي بتاكلها وهتزيد بشكل كبير جدا، واللي بدورها هتغزو سطح الماء، وده اللي اكيد هيأذينا كلنا، لان الطحالب دي بتسد خياشم السمك، وكمان هتلوث الميه، ده غير انها هتحجب الشمس وثاني اكسيد الكربون عن الشعب المرجانيه، وبالتالي الشعب دي مش هتقدر تعمل عمليه البناء الضوئي وتختفي وتتحول لاحجار. طيب ايه المشكله في كده؟ ما تختفي الشعب المرجانيه وتتحول لاحجار، ايه اللي هيضرنا كبشر؟ الشعب المرجانيه دي مش بس شكلها حلو ومصدر لسياحه الغطس، الشعب دي بتدخل في كتير من الادويه اللي بنستعملها، وتغيير اهميتها في حفظ النظام البيئي واختفائها ممكن يؤدي لاختفاء كائنات بحريه كتيره جدا، ده غير ان اسماك القرش نفسها لما بتموت بتكون هي نفسها غذاء لكائنات بحريه تانية، يعني اي خلل في المنظومه هيؤدي لخلل النظام البيئي بالكامل. عندك على سبيل المثال قروش النمر، واللي بتعيش في الاماكن اللي فيها اعشاب بحريه، وقروش النمر دي بتتغذى على السلاحف البحريه اللي هي بدورها بتتغذى على الاعشاب دي، وبدون سمك القرش السلاحف دي هتنهي على الاعشاب دي تماما في خلال سنه او سنتين بالكتير، وده اللي بدوره هيعمل مشكله ضخمه مش بس في البحر، لان الاعشاب دي مصدر مهم جدا للاكسجين في البحر، والعلماء بيقولوا ان من 50 ل 80% من الاكسجين اللي بيجي لنا او الاكسجين الموجود في الغلاف الجوي بيجي لنا عن طريق الاعشاب والطحالب والبكتيريا الموجوده في البحر، والقروش بتاكل الاسماك اللي بتتغذى على الاعشاب والعوالق دي، ومن غير قروش فالاسماك هتاكل كل حاجه قدامها. اللي عايز اقوله لك ان غياب القروش مهدد كبير للنظام البيئي، ومش بس في البحر بل لينا احنا شخصيا. وجود القروش مهم جدا لضبط النظام البيئي من 400 مليون سنه، من قبل حتى وجود الديناصورات. الحقيقه ان القروش زيها زي باقي الحيوانات، وخد بقى الكبيره هي مش مهتمه اصلا بافتراس البشر زي ما بيصور لنا عقلنا. اكتر من 400 نوع من القروش، 30 نوع بس هو اللي تسجل له هجوم على البشر. غذاء سمك القرش قايم على الاسماك واللافقاريات واحيانا الثدييات البحريه، لكن بيظل القرش حيوان وعنده فضول، ولما شيء بيثير فضوله بيقوم بعضه برفق زي الاطفال بالظبط، لانه اصلا ما عندوش ايدين علشان يقدر يعرف ايه الكائن ده، وهي دي طريقته في لمس او التعامل مع اي شيء بيثير فضوله. طيب دايما مرتبط في تفكيرنا ان سمك القرش قاتل للبشر، الحقيقه لا، وتعالى نتكلم بالارقام. سنه 2019 اتسجل حوالي 140 هجوم سمكه قرش على البشر، نصهم كان بيحصل لما الغواصين بيخترقوا بيئه القرش ويضايقوه، ونسبه الوفيات من الهجمات دي كانت اقل من 2%، في حين ان هجمات البشر على البشر نفسهم في الشوارع تعدت ال 19%. سنه 2018 احصائيه سجلت ان البشر قتلوا اكتر من 400 الف من بني جنسهم اللي هم بشر زيهم، وده بعيدا عن ضحايا الحروب والنزاعات. القروش بقى في السنه دي قتلوا 6 بس. الحقيقه ان عضة سمكه القرش للبشر شيء نادر جدا جدا الحدوث، وسمكه القرش مش خطر كبير ابدا على البني ادمين، وفي اكتر سنه موتت سمكه القرش فيها اشخاص موتت 12 شخص بس. شوف مثلا على سبيل المثال الكلاب اللي بنربيها في بيوتنا وبتبقى قاعده جنبنا وبناكلها من اكلنا بتموت كام شخص في السنه؟ اكتر من 35 الف شخص في السنه بيموتوا بسبب عضة الكلاب. فمن الظلم جدا اننا نصور سمكه القرش على انها الحيوان الاخطر على الانسان، في حين انها ما اخترقتش عالمها، بل احنا اللي بنخترق عالمها اللي هو البحر، وبنيجي في الاخر وبنزعل لما بتعضنا. حادثه الغردقه بالرغم انها فريده من نوعها وما بتحصلش دايما، الا ان ممكن يكون ليها اسباب، زي مثلا التغيرات في المد البحري، واللي ممكن يكون بدوره ساق سمكه القرش للشر، واللي بدورها اتوترت وخافت، والتوتر ده عادي جدا بيحصل لاكتر الكائنات الاليفه زي مثلا الكلاب. وشوف كم شخص سنويا بيموت بسبب عضة الكلب اللي هو مربيه، واللي بيكون مربيه في البيت والمفروض ان اليف
عنيف ومش هيعض صاحبه، لكنه اتحط في موقف او اتوتر او خاف بطريقة ما فقام بعض صاحبه، وبسبب العضة دي بيموت صاحب هذا الكلب. فما نظلمش سمك القرش تاني ونتعامل معاه كويس، لان سمك القرش ده هو اللي محافظ على حياتنا كلنا، وقتله او اصطياده بشكل جائر ممكن يزعلنا كلنا ويؤدي لانهيار النظام البيئي بالكامل. ولحد هنا خلصت حلقتنا، اتمنى تكون الحلقه عجبتكم. شكرا لكم على المشاهده، وما تنسوش تنزلوا تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد، وتدعمونا باعجاب على الفيديو. شكرا لكم واشوفكم الحلقه